اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. اكتر سؤال بيتكرر بين الامهات في العياده سواء اول مره يخلفوا او حتى عندهم اكتر من طفل: يا دكتور ابني بيرضع كفايه ولا لا؟ السؤال ده طبيعي جدا لان كميه الرضاعه بتتغير بسرعه جدا في اول سنه من عمر الطفل. اي زياده او نقص ممكن تاثر على نمو البيبي او على النوم بتاعه او على حتى الهضم. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم ببساطه عن كميه الحليب اللي هيحتاجها الطفل حسب عمره سواء بيرضع طبيعي او صناعي، وهنفهم سوا ان شاء الله ازاي نفهم من العلامات ان الطفل شبع فعلا من غير ما نقيس كل حاجه بالملي. في أول أيام بعد الولادة معدة الطفل بتكون صغيرة جدا، حرفيا بحجم كورة زي الصغيرة. علشان كده في أول 3 أيام تقريبا الطفل مش محتاج غير كميات بسيطة جدا، 5 ل 10 ملي في الرضعة الواحدة، ودي غالبا بتكون كمية لبن السرسوب اللي هو أغنى حاجة ممكن الطفل ياخدها حتى لو شكله قليل. كتير من الأمهات بيقلقوا يقولوا الطفل مش بيشبع بيرضع كل شوية، بس الحقيقة ان الرضاعة المتكررة دي طبيعية جدا لانها بتحفز نزول اللبن وبتخلي الجسم يعرف احتياج الطفل، وبالنسبة للطفل هي تدريب على مهارة جديدة هو ما عملهاش قبل كده. ولما نعدي اول اسبوعين بتبدأ القصة تتغير شوية. في المرحلة دي المعدة كبرت شوية والطفل ممكن ياخد من 60 ل 90 ملي في الرضعة الواحدة كل 3 ساعات تقريبا، ولو بيرضع طبيعي يبقى على حسب الطفل. في بعضهم بيرضع كل 2 ساعتين وبعضهم ممكن ينام 3 ساعات بين الرضعات. المهم ان وزن الطفل يكون بيزيد من 150 ل 200 جرام في الاسبوع. لو الزيادة اقل من كده او لو الطفل دايما عصبي بعد الرضاعة، هنا لازم نبدأ نراجع طريقة الرضاعة والالتقام، نشوف عدد المرات بتاعت الرضاعة، مش نلجأ فورا للبن الصناعي. افتكروا ان الطفل اللي بيرضع طبيعي ممكن يرضع اكتر من الصناعي لان اللبن الطبيعي بيتهضم اسرع في معدة الطفل. وطبعا اول حاجة الام هتلاحظها لما البيبي بيكبر شوية هي زيادة المسافة بين الرضعات. في سن 3 شهور ل 6 شهور الطفل بيبقى اكثر انتظاما، يعني الرضعة الواحدة ممكن تكون من 120 ل 150 ملي لو صناعي كل 3 ل 4 ساعات، ولو طبيعي الرضعة بتاخد حوالي 10 ل 15 دقيقة من كل ناحية. في الوقت ده كمان الطفل بيبدأ ينام اطول بالليل، فممكن رضعة او 2 بالليل تكون كفاية جدا. لان ما تنسوش برضو ان دي مهارة الطفل كان بيتعلمها، وبالعمر ده لما يوصل ل 3 شهور ل 6 شهور بيبقى اشطر في المهارة دي فبيرضع اسرع ويخلص اللبن اسرع. بس لو الطفل لسه بيصحى كتير مش دايما ده جوع، ممكن يكون عادة نوم او رغبة في ان هو يطمن، وهنا يجي دور تنظيم النوم اللي اتكلمنا عليه في حلقة كاملة عن تنظيم النوم عند الرضيع، هسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في وصف الحلقة. طيب نعدي بقى على اهم نقطة لما ندخل على النص التاني من السنة الاولى. بعد الشهر السادس الطفل بيبدأ ياكل اكل صلب، وده بيقلل كمية الحليب شوية، لكن الحليب هيفضل هو المصدر الاساسي للتغذية لحد سن سنة. فلو بيرضع طبيعي يفضل ان ياخد من 4 ل 6 رضعات في اليوم. لو الصناعي المتوسط بتاعه من 600 ل 900 ملي على مدار اليوم متوزعة اليوم كله. المشكلة اللي بشوفها ان كتير من الامهات بعد ما بيبداوا يدخلوا الاكل الصلب بيقللوا الحليب بسرعه جدا، وده غلط لان الحديد والكالسيوم والدهون اللي في الحليب لسه اساسيه لنمو المخ والعظام. وفي نفس الوقت ما نعملش العكس، يعني ما نفضلش ندي الطفل ببرونه طول اليوم لحد عمر سنه ونص لانه كده مش هيتعلم ياكل كويس. فبيجي هنا السؤال المهم: طب يا دكتور اعرف ازاي ان ابني شبع؟ العلامات بسيطة وواضحة بس ان احنا نبقى مركزين. الطفل لو ساب الحلمة او الببرونة لوحده او يبدأ بعد الرضاعة يهدى وما يفضلش يعيط، لو عدد الحفاضات المبلولة كويس يعني من 6 ل 8 مرات في اليوم، ولو النمو بتاعه مستمر على نفس المنحنى في كارت التطعيم او كارت المتابعة مع دكتور الاطفال، هنا يبقى الموضوع ماشي كويس. لكن لو الطفل بيرضع كتير جدا ومش بيزيد في الوزن او بيبص حواليه وهو بيرضع او بينام بعد اول دقيقة، دي علامات ان الرضاعة نفسها مش فعالة وده محتاج تقييم. في كمان نقطة مهمة جدا بتتلخبط فيها الأمهات وهي مقارنة الأطفال ببعض. يعني مش كل طفل زي التاني، في طفل سريع النمو، في طفل تاني طبيعي لكنه نحيف بطبعه. المهم مش الكمية اللي بياخدها، المهم النتيجة، الوزن والنشاط والتطور. أنا دايما بقول للأمهات في العيادة انتي مش بتربي كيلوجرام، انت بتربي بني ادم. ده معناه ان المقارنة بين الاطفال بتظلم الطفل وبتزود توتر الام من غير داعي. وده ياخدني للسؤال اللي بيتكرر دايما في اخر كل كشف:
هل يا دكتور محتاج ادي ابني ميه او اديه نوع تاني من اللبن؟ لو الطفل اقل من 6 شهور وبيرضع طبيعي، ولا ميه ولا اعشاب ولا اي لبن تاني. الحليب الطبيعي فيه كل حاجه، ولو صناعي فبرضه الميه مش هتستخدم غير لتحضير اللبن مش كوجبه منفصله. بعد 6 شهور ان شاء الله ممكن يبدا ياخد رضعات ميه صغيره، يعني زي رشفات صغيره كده مع الاكل الصلب، بس مش اكتر من كده. اما الالبان بقى المختلفه زي لبن البقر او المعيزه والكلام ده كله ممنوع قبل سن السنه تماما، لانها ممكن تسبب تحسس من الالبان دي، وفي بعض الاحيان ممكن تسبب انيميا. في النهايه مفيش رقم واحد ينفع لكل الاطفال، كل طفل ليه نمط تغذيه مختلف حسب وزنه ونومه ونشاطه. لكن لو عرفنا القواعد الاساسيه وتابعنا النمو كويس هنقدر نطمن ان الطفل بياخد احتياجه من غير زياده ولا نقص. ولو حبيتي تعرفي اكتر عن المشاكل اللي ممكن تقابلك في تربيه ابنك خلال السنه الاولى من عمره، تابعي على القناه عندي سلسله دليل اول سنه. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه تعالوا نكبر عيله دكتور كيدز مع يوسف سوا. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم على خير.